السلام عليكم أخواتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بإذن الله. وصفتنا لهذا اليوم كغاتا تاع البطاطا والفيوندا تجي ما شاء الله، تجي بنينة بنينة بزاف بزاف وسهلة التحضير كما العادة. يلا نشوفوا مع بعضياتنا طريقة تحضير هذه الوصفة. لهنا في طنجرة وضعت كمية من البطاطا، قطعتها إلى قطع صغيرة، ضفت لها نصف حبة بصل مع 2 فصوص من الثوم وورق الرند. أيضا ضفت نصف ملعقة كبيرة من الملح، دائما كمية الملح تبقى على حسب الرغبة. أيضا ضفت لهنا غمرت البطاطا نتاعي بالماء وخليتها على نار تكون متوسطة. غطيت الطنجرة تاعي وحسبت لها 5 دقائق، من بعد طفيت لها على الغاز لأنه البطاطا ما راح تدي لي مدة طويلة في الطهي. لهنا من جهة أخرى لهنا عندي حبة بصل كبيرة الحجم، لهنا في الهاشوار نتاعي رحيتها، ما نرحيوهاش بزاف، نخليوها بتيت مورسو هكذا. لهنا في مقلاة وضعت 5 ملاعق كبيرة من الزيت، الزيت يكون عادي. ضفت البصل نتاعي ونخليها على نار تكون هادئة حتى تذبل البصل ونخليوها تكسب لون أحمر خفيف. لهنا من ونغطي البصل ونخليها على نار تكون هادئة عفوا، مع التحريك المستمر حتى تكسب لنا لون أحمر خفيف وتذبل البصل. لهنا بعد ما ذبلت البصل ضفت له كمية من اللحم المفروم، دائما الكمية تبقى على حسب عدد الأفراد. أيضا ضفت التوابل إلى ملعقة صغيرة مملوءة من الملح، كمية الملح دائما تبقى على حسب الرغبة. أيضا ضفت ملعقة صغيرة من آه، عفوا من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الثوم بودرة مع نصف ملعقة صغيرة من الكمون. أيضا ضفت ملعقة صغيرة مملوءة من الكركم، ملعقة صغيرة مملوءة من الفلفل الأحمر. لهنا أيضا عندي المعدنوس الأخضر المقطع رقيق نضيفه أيضا. ولهنا نحاول ندمج جيدا التوابل مع اللحم المفروم على نار تكون هادئة مع الهرس. نحاول نهرس هكذا بالملعقة الفيوندا باش ما يشكلش هذيك الكريات، يجينا كامل يكون مفرتت مليح. لهنا مش راح نطيب الفيونداشي تاعنا مليح، نطيبوه نصف طياب برك باش ما يجيناش حاشق. لهنا من جهة أخرى بعد ما البطاطا نتاعي طابت نحيت لها الرند وضفت لها قطعة من الزبدة. لهنا حنخلي البصل والثوم ما نحيهمش، نخليهم مع البطاطا ونهرسهم كامل مع بعض. تكون البطاطا تاعنا تكون مازالت سخونة، ما نهرسوهاش وهي باردة، هي سخونة هكذا نهرسوها. ضفت لها الحليب ونهرس كامل مع بعض. لهنا في المول تاع خاص بالفرن حطيت قطع من الزبدة، قطع صغيرة من الزبدة، ونبدأ نكون في طبقة تكون رقيقة، ما تكونش غليظة بزاف من لابيري لهنا أو البطاطا المرحية. نكون طبقة تكون رقيقة ما تكونش غليظة بزاف. من بعد لهنا ضفت لها طبقة أيضا من اللحم المفروم أو الفيونداشي، أيضا نديرو طبقة تكون فوق البطاطا بهذه الطريقة. لهنا كمي ضفت أيضا طبقة من الفرماج أو لهنا عندكم الاختيار، تحبوا ديروا هذا الفرماج كاري أو فوندي، تحبوا ديروا الفرماج نتاع لافاش كيري أو أي فرماج يكون متوفر عندكم. لهنا ندير أنا طبقة من الفرماج كاري هذا، لأنه الفرماج راح يدي لي ذوق رائع وبنة بنينة للكغاتة نتاعنا، حتجينا بنينة بزاف بزاف. لهنا أضفت أيضا الفرماج المبشور، ونضيف كمية قليلة من لا كريم ليكيد أو الكريمة السائلة، ما نكثروش منها باش البطاطا تاعنا ما تجيناش جارية، راح نديرو كمية تكون قليلة غير من فوق هكذا. من بعد نعاود نغطي بالبطاطا المرحية الفيونداشي هذاك والفرماج بهذه الطريقة. يعني طريقة جدا سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت راح تجي الكغاتة نتاعنا تجينا بنينة بنينة بزاف بزاف. نتمنى تجربوا الكغاتة هذه بهذه الطريقة، راح تعجبكم بزاف. لهنا بعد ما غطيت البطاطا، كونت البطاطا من طبق من البطاطا عفوا، ضفت لها الفرماج، طبقة أيضا من الفرماج، وأيضا ضفت الفرماج المبشور، وضفت الكريمة السائلة لهنا من فوق، ندير كمية تكون قليلة.
من بعد ندخلها الفرن على درجة حرارة 190 حتى يحمر الفرماج تاعنا ويذوب. هذا هو الطبق نتاعنا لنهار اليوم أصبح جاهز. لهنا حنخلي الكغات نتاعي خليها حتى تبرد مدة 15 دقيقة عفوا إلى 20 دقيقة حتى البطاطا هذيك تحكم روحها. ما نقدموهاش وهي حامية هكذاك لأنه راح البطاطا حتسيح معنا. نخليوها حتى تبرد ومدة 15 إلى 20 دقيقة ونقدموها. راح تجي ما شاء الله الذوق نتاعها راح يجي بنين بنين. نتمنى الطبق نتاع نهار اليوم نال إعجابكم ونتمنى ايضا تجربوها. لهنا لعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك، وايضا ما تنسونيش في بالتعليقات تاعكم الطيبة، وانتظروني الى فيديو اخر باذن الله. في امان الله، الى اللقاء.